السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وبخير. وده يا جدعان تحت غياب طويل والحمد لله رجعنا تاني لليوتيوب. ودلوقتي يا جدعان احنا هنشوف الفراخ، وجبنا فراخ وعندنا حمام وعندنا عمل ونقلنا للبيت الجديد. متنساش قبل تبدأ الفيديو متنساش تحط اللايك وتشارك في القناة عشان نوصل ل100,000 ونوصل كده مشتركين كتير وحلوين الحمد لله. يا جدعان هوريكم الفراخ وهوريكم كل حاجة. الفراخ مربينا في البلكونة، وهنبتدي موضوعنا من هنا، من البلكونة لغاية لما نبدأ لغاية لما ننهي على السطح. تعالى يا جدعان نشوف. يا جدعان ديت اهي فراخنا كلها. هنا دي فراخ بيضة اهي، فراخ بيضة. وهنا يا جدعان عندنا حمامة كشك جوه البندق. وراح يا عم كده دي بندق يا جدعان. وعندنا فراخ سمرة. عندنا هنا فراخ سمرة، وعندنا 5 فراخ سمرة. عندنا 5. ودول يا جدعان هم ال5 فرخات دمت. ال5 فرخات دمت لما يكبروا هنطلعهم على السطح عشان نجيب فراخ بلدي بالبيض. هنشتريها جاهزة بالبيض على طول، مش هنشتريها كتاكيت. وهنجيب حمام مع الحمامة دي عشان يونسوها وأعمل لها عش على السطح، وكل حاجة تبقى حلوة إن شاء الله. وده يا جدعان أنا حطيت لهم مية وأكل. المية الحر لازم تتغير على طول عشان الجو حر والفراخ بتنهج. ودي بالليل يا جدعان اللندة دي عشان الجو حر في الصيف. بصوا يا جدعان الكراكيت عمرها يوم لازم تحط لها لندة صفرا لمدة 10 أيام 15 يوم في الحر. بعد ما حطيت لهم اللندة اللي هي الجرجوزة، لما بقى تبدأ بقى أول لما تيجي تذبح منهم وتخلص الفراخ تحط لهم اللندة البيضة. أنا يا جدعان إن الكتاكيت في كتاكيت هنجيبها بكرة أو بعده، هاخد فيديوهات برضو وهوريكم كل حاجة وكل حاجة هنجيبها وهنشوف، وهوريكم برضو التفاصيل اللي احنا ما بنربي من أول كتكوت أول لما نوصل الفراخ زي دي كده. لما يكون كتكوت كده لغاية لما تبقى فرخة وزنها كيلو كده. يعني ده يا جدعان